هاي شباب، وعدنا مرة أخرى إلى قناتكم قناة مينا صاروخ. في البداية في القناة متابعة القناة واللايك ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لمباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من جديد بعد فترة التوقف الدولي بتاعة كأس العالم. وطبعا كان في تاريخية كاملة وشاملة هنا على القناة في كأس العالم. قدمنا حلقة لدور المجموعات في الأول، وقدمنا 3 حلقات في دور المجموعات، وقدمنا حلقة عن دور ال16 ودور التمانية ولحد النهائي، وكمان مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. وهيا بنا بقى نعود إلى المتعة، إلى أفضل وأمتع وأقوى دوري في العالم، الدوري الإنجليزي. في البداية بتعود كل الفرق بنسبة كبيرة، معظم الفرق الحمد لله راجعة بدون أي إصابات، وده شيء كويس جدا. وخصوصا ليفربول اللي يعتبر الحمد لله مفيش لعيبة اتصابت في كأس العالم. اللعيبة المصابة أو اللي كانت مصابة زي لويس دياز وديجو جوتا، واللعيبة دي لسه طبعا كانت مصابة في كأس العالم، وهي لسه للأسف مرجعتش، ونتمنى لها العودة السريعة. هنبدأ طبعا أول مباراة النهاردة كمان إن شاء الله 2:30 في برنتفورد وتوتنهام. برنتفورد كانت قدمت مباراة كبيرة جدا وقدرت تفوز على السيتي بهدفين مقابل لا شيء قبل التوقف الدولي بتاع كأس العالم. ولكن أتوقع صعوبة إن برنتفورد تقدر تعمل اللي عملته تاني في ظل قوة توتنهام اللي عاوز يرجع تاني يصارع بقوة على المراكز الأولى. هو حاليا توتنهام في المركز الرابع وعامل نتائج مش وحشة ومعاه 29 بونت، بجانب إن هو يعتبر له مباراة مؤجلة، فعاوز يفوز في المباراة دي علشان يقدر يدخل الصراع القوي على دوري الأبطال. طبعا توتنهام مش من الأندية اللي بتقدر توصل ل إنها تاخد دوري أو الكلام ده، بس هي الأندية اللي بتصارع دايما على الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال. فيحاول دلوقتي إنه يضغط نفسه جامد ويجمع النقاط السهلة دي علشان يقدر يوصل لمركز كويس ويتأهل لدوري الأبطال ويحافظ على مركزه، خصوصا في ظل إن الموسم ده صعب جدا لأن كل الفرق جاية من تحت، وهو يعتبر كويس قوي إن لعيبته كلها جاية في حالة كويسة ومش أي إصابات. فأتوقع فوز توتنهام 2-1. بعد كده نطير إلى المباراة اللي بعدها. عندك مباراة ساوثهامبتون وبرايتون، مباراة لا تهم ولكن أعتقد تنتهي بالتعادل. ليستر سيتي ونيوكاسل. نيوكاسل يونايتد بيقدم بداية واحدة من أقوى البدايات اللي عملها في آخر كام سنة. نيوكاسل يونايتد فريق كويس أوي. نيوكاسل يونايتد فريق ماشي على خطى إنه بيجيب صفقات بالراحة. نيوكاسل يونايتد ماشي في الدوري إنه ما يخسرش نقاط. يكفي إنه في مفاجأة كبيرة إن نيوكاسل يونايتد حاليا في المركز يكفي إن أقول لكم نيوكاسل يونايتد حاليا في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، ودي حاجة كويسة جدا. فريق ما اتهزمش غير مباراة واحدة في ظل إن فرق كبرى زي مانشستر سيتي وليفربول واليونايتد اللي غلبت أكتر من كده. يعتبر نيوكاسل يونايتد أقل الفرق هزائم أو أقل الفرق التعرض للهزيمة مع أرسنال، فده شيء رائع جدا. وأتوقع فوز نيوكاسل يونايتد. طبعا مش محتاجة كلام على ليستر، لأن ليستر سيتي فريق كويس أيوة، ولكن عنده مشاكل كتيرة في الدفاع وفي خط الوسط وفي أماكن كتيرة. ليستر سيتي حاليا في المركز ال13. ليستر سيتي دخل في مرماه 25 هدف. ليستر سيتي مش الفريق المرعب في الفترة الحالية، فأتوقع فوز نيوكاسل يونايتد 2-0. نطير بعد كده للمباراة اللي بعدها، مباراة كريستال بالاس وفولهام. مباراة ما تهمش، ولكن أتوقع فوز كريستال بالاس أفضل لأن عنده عناصر. 1-0. إيفرتون وولفرهامبتون كذلك مش من المباريات المهمة اللي هنتكلم عنها بدقة، ولكن أتوقع فوز وولفرهامبتون لأن وولفرهامبتون أفضل بكتير من إيفرتون من حيث العناصر ومن حيث الأداء ومن حيث التشكيل اللي بيلعب بيه. فولفرهامبتون فريق كويس جدا جدا جدا، ولكن هي متخبطة معاه شوية. وبيقدم أداء كويس وبيقدم كورة كويسة،
ولكنها متخبطة معاه هو وإيفرتون. إيفرتون برضك مش قادر أحواله، إيفرتون في المركز ال17 معاه 14 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الأخير معاه 10 بونت، فالدنيا معاهم أسوأ حالة. ولكن أنا بقول ولفرهامبتون فريق كويس جدا جدا. ليه؟ لأنه أكيد استغل فترة التوقف الدولي دي، وهيحاول يموت نفسه على ال3 بونت أمام إيفرتون. وإيفرتون فريق ضعيف جدا يقدر يفوز عليه. وطبعا إيفرتون ممكن يعمل حاجة، ولكن إيفرتون صعب شوية، لأن إيفرتون فريق كبير، وخصوصا الفريق الصغير زي ولفرهامبتون ده لما ينهار أو يقع مش حاجة صعبة، عادي. ولكن لما يكون فريق كبير زي هجم إيفرتون عليه ضغوط جماهيرية قوية، فأعتقد ولفرهامبتون أفضل شوية في الناحية دي، وهيفوز وهيحاول يحسن وضعه وياخد ال3 بونت، رغم إنه في المركز الأخير في الدوري الإنجليزي. ولكن هيحاول يحسن من وضعه إلى حد ما، علشان هو بيقدم كرة كويسة وعنده عناصر كويسة، وهيستغل فترة التوقف بتاعت كأس العالم دي أكيد أفضل استمرار، لأنه مش هيسيب نفسه في المركز الأخير أبدا. أي فريق بيحاول يستغل فترة التوقف، وإيفرتون زي ما بتقول عليه ضغط جماهيري، والفريق على ضغط جماهيري غير فريق مش ضغط جماهيري، فشايف ولفرهامبتون حظوظه أفضل في الفوز في المباراة دي. نروح بقى المباراة المهمة، ليفربول وأستون فيلا. ربنا يستر على ليفربول. حد هيقول لي ليه؟ هقول لكم لأن ليفربول فريق غريب جدا السنة دي. ليفربول بيقدم أعلى كورة أمام الفرق كلها، ولكن بيجي يخسر من فرق ضعيفة، بيخسر من ليدز، بيخسر من نوتنجهام فورست، بيخسر مباريات غريبة جدا 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 جدا. بجانب كده بيفوز في مباريات صعبة، بيفوز على السيتي، بيفوز على ويست هام يونايتد، بيفوز على اكس في الدوري من الأبطال ذهابا إيابا، بيفوز على نابولي. حتى المباراة الأخيرة اللي لعبها أمام السيتي في كأس الرابطة كان أداؤه كويس، وخسر فرق هدف، مخسرش بنتيجة كبيرة يعني. ولكن بيجي قدام الفرق الصغيرة دي تلاقيه بيهجص جامد، مش عارف ليه، بس يعني مش عارف، هي بتبقى كده حاجة في ليفربول. وخصوصا كمان استون فيلا في الفترة الحالية هو مش بيمر بفترة كويسة. استون فيلا معهوش غير 18 نقطة، ومش في مركز عالي في الدوري. ولكن استون فيلا الحقيقة من ساعة ما جه اوناي امري يدربهم عامل شغل معاهم كويس. في اخر كام مباراة تولاها عامل شغل كويس، وكمان عندهم عناصر متألقة جدا زي الرائع جدا 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 حارس المرمى الدولي الأرجنتيني، اللي يعتبر حاليا في أفضل أحواله وفي أعلى قيمة سوقية له، الحارس الدولي إيميليانو مارتينيز، اللي محقق كأس العالم مع الأرجنتين ومقدم أعلى كورة، أعلى أداء. صاد ضربات جزاء بالهبل قدام هولندا، صاد ضربات جزاء بالهبل قدام فرنسا. مقدم أداء عالي جدا، هيساعد أوي ليفربول، هيساعد أوي على ليفربول مهمة التسجيل في مرماه. وخصوصا كمان تشوفوا ليفربول مش في أفضل أحواله. ليفربول عنده إصابة لويس دياز، ليفربول عنده إصابة ديجو جوتا، ليفربول ما عندوش تقريبا غير 3 عناصر هجومية: فيرمينو، صلاح، وداروين نونيز. وكمان داروين نونيز أنا شايف إنه مش في أفضل أحواله من ساعة. فأنا للأسف مش مقتنع بداروين نونيز. داروين نونيز دفع فيه فلوس كتير قوي. أنا كنت شايف وزي ما بتكلم في كل فيديو إنه لو كان ليفربول حافظ على ساديو ماني والفلوس الكتير اللي دفعها دي، قدر ساديو ماني شوية ودفع له مبلغ كويس وقعده، كان هيبقى أفضل. لأن ساديو ماني كان عامل أداء كويس. يكفي إن ساديو ماني كان جوكر. ساديو ماني يورجن كلوب كان بيلعبه جناح يمين، وكان بيلعبه جناح شمال، وكان بيلعبه مهاجم. وكان نتمنى إن ليفربول يزود شوية عناصر هجومية في خط الهجوم. خلاص ماني راح وانتهى، لازم يزود عناصر هجومية في خط الهجوم، ولازم كمان يزود عناصر في خط الوسط، ويظبط شوية أداؤه، لأن عنده مباريات قوية جدا داخل عليها. أو خلاص خرج من كأس الرابطة، عنده لسه كأس الاتحاد، وعنده الدوري، وعنده دوري الأبطال وريال مدريد، ومدعكة قوية جدا، ولازم يطلع ببطولات، فلازم يمسك في نص الملعب وفي الهجوم. وإن شاء الله أتمنى وأتوقع فوز ليفربول بهدف مقابل هدف. نترجع كده إلى أرسنال وأستون أرسنال وست هام. إن شاء الله أرسنال هيفوز، لأن أرسنال راجع بقوة. أرسنال يعتبر عنده أمل وعنده قوة إنه يكمل سلسلة نجاحاته. وزي ما قلت لكم ويست هام مش فريق المرعب هذا العام تماما تماما تماما، مش فريق مرعب، فريق يعتبر عادي جدا. ويست هام حاليا في مراكز متأخرة جدا جدا في المركز 16. فأرسنال يقدر يفوز ويكمل سلسلة نجاحات. أتوقع فوز أرسنال
2-0. بعد كده نصير تشيلسي وبورنموث. تشيلسي هيرجع بقى يدعك بورنموث معهوش غير 16 نقطة. بورنموث ده خسر من ليفربول 9-0. وأتوقع فوز ليفربول، أتوقع فوز تشيلسي على بورنموث 3-0. بعد كده آخر مباراتين ليدز والسيتي. طبعا ليدز هيخسر من السيتي. ليدز هيحاول يفوز على السيتي أو يطلع بيد، لكن السيتي هيخلص. السيتي حاليا راجع بقوة وراجع بعناصر قوية جدا، بالرغم من المستوى الجبار اللي بيقدمه ايرلينج هالاند، لكن كمان جوليان الفاريز كمان قدم كاس عالم عالمي وهيقدر يقدم اداء قوي جدا، وهيكون نقطة قوة كبيرة جدا 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 ليه جوارديولا كمهاجم، سواء مهاجم بديل او مهاجم اساسي، او لو فكر يلعب بالاتنين مهاجمين، لو فكر يلعب بإيرلينج هالاند وجوليان الفاريز. فالسيتي هيمشي بقوة كبيرة جدا 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 الفترة القادمة. آخر مباراة نوتنجهام ومانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد هيقدر يفوز على نوتنجهام. نوتنجهام في المركز ال18. نوتنجهام فريق ضعيف جدا، محدش يفكر ان، فزي ما كنت قلت لكم نوتنجهام فريق ضعيف جدا، وهيقدر يونايتد يفوز بسكور على نوتنجهام ما يقلش عن 2-3-0، ويكمل سلسلة الصراع القوي على الحصول على مركز من في دوري الأبطال، وليه ما يكملش ويحاول يصارع على الدوري. عشان تكون انتهت الناس حروف في النهاية بشرف القناة ومتابعة القناة ولايك يصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. عايزين دعم قوي جدا 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 على سلسلة التحليل كاملة عشان من نغير كرة القدم، وإن شاء الله انتظروا كل ما هو جديد على طبقة ناس حروف. في النهاية بقول لكم شكرا شباب على المشاهدة، وشكرا على الدعم، وشكرا على التعليقات الإيجابية. وبحب أقول لكم حبيت تعليق إيجابي أنا بشكرك طبعا جدا جدا جدا، وأتمنى إنك تفضل مكمل معانا. شكرا شباب على المشاهدة.